لماذا البعض منا ضائق، حزين، محزون، مكتئب، يجيه عبرات وتجيه نوبات بكاء وقلق، وبعض النساء تقول فكرت انتحر الله ياخذني ويريحني، وبعض الرجال يقول يا شيخ الله يزينها، لكن كل ما طقناها عدله انقلبت عوجة. احمد الله على عدلها وعلى اعوجاجها، فإن الله يحمد على الحالين. لماذا البعض صدره منشرح وبعضهم ضائق؟ لماذا النفوس منشرحة وبعضها مكتئبة؟ علاقة العبد بربه تزن إيقاع السعادة في صدره، ولذلك يقول الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض المصائب تحل، ما الذي يجعلني لو حلت مصيبة أصبر، ومن الذي يجعل المصيبة إذا حلت ببعضنا يضجر؟ أحبابي ركز معي في هذا، كل واحد منا معرض في ساعة لا يعلمها أن يؤخذ منه حبيب، أو يؤخذ ماله، أو تقطع قدمه، أو يموت ولده، أو يحترق تجارته، ولا لا يا أحبابي؟ ترى ما أتفاول عليكم، أنا لا أتفاءل، لكن نحن في الدنيا، ولولا مصائب الدنيا لبلغنا الآخرة مفاليس، يقوله بعض السلف، يعني مصائب الدنيا اللي توصلك الجنة. من منا مستعد أن يستقبل أي قدر من أقدار الله يؤلمه ويحمد بقلبه ويسجد بجبهته على الأرض حمدا لله أنه أخذ ولده أو أخذ ماله؟ الله يخلي لكم أبناءكم وذرياتكم، ونعوذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، ونعوذ بالله من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجأة نقمته ومن جميع سخطه. لكن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كل أبناء رحلوا قبله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لكن نفس زكية، النفس الزكية هي التي لا تتغير عندما يأخذ الله منها. والله يا أحبابي تربية النفس على أن ترضى بقضاء الله إذا وقع تحتاج سنوات طوال. وش اللي يخليك تحمد الله على الأخذ والإعطاء؟ لماذا بعض الناس يؤخذ أبناءه ليس ابنه فلا يزيد عن قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، لك الحمد، الحمد لله على ما أخذ وله الحمد على ما أعطى. وواحد لما قيل له صدمة سيارتك 2017 الحين يقرون عليه في العلاج كل الرقات، وهي صدم سيارة يرقونه ويقرون عليه، وهذا 200 عياله، وما زاد عن الحمد والحوقلة إنها النفوس التي تربت. ولذلك مر الحبيب على عجوز تبكي وتأخذ من تراب قبر ابنها وتضع على رأسها، فقال لله ما أخذ يا أمة الله وله ما أعطى، وكل يوم هو في شان، اصبري واحتسبي. قالت اغرب عني فما أصبت بمصيبتي، ما التفتت ترى من هو، تظنه إنسان واعظ، ابعد عني فما أصبت بمصيبتي. فلما ولى قالوا ويلك أرسول الله يعزيك وتقولين له ذلك؟ قالت ما عرفت بأنه رسول الله. فلحقته يا رسول الله، قال ارجعي ارجعي إنما الصبر عند الصدمة الأولى. راح الأجر والله من واحد منا، لأنه ما ربى نفسه على الصبر وتحمل الألم وتحمل الأخذ. نحن في كل صلاة أمام الله نعلن الحمد لله رب العالمين، والسورة أعظم سورة واسمها سورة الحمد، ومع ذلك نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فإذا أصيب البعض بالسكر اكتئب له سنة، يا شيخ الله المستعان جاني السكر. طيب وإذا جاك السكر احمد الله، هذه كفارة للذنوب، مع كل قرص تأكله ولا مع كل إبرة تضربها يحد ذنوبك حتى تمشي على الأرض وليس عليك خطيئة. فيك ضغط، الضغط يكفر الذنوب تكفيرا حتى تمشي وليس عليك أي ذنب. ما تبي مثل احمد الله. لو نغير النظرة بهذه النظرة، قال الحمد لله يا دكتور ما في كوليسترول بعد، الله يجزاك خير. يريد أن يصبر على ألمه، لأنه ربى نفسه على استقبال أحكام الله وقضاء الله المؤلم.